غافي يثلج صدور جماهير برشلونة بتصريح مثير. شافي قبل مواجهة برشلونة وبورتو لا مجال للأعذار. غافي يعترف بمخاوفه بخصوص مستقبل ديونغ مع برشلونة. غافي يثلج صدور جماهير برشلونة بتصريح مثير. صرح غافي نجم خط وسط فريق برشلونة الإسباني أنه يتمنى الاستمرار مع البارسا طوال مسيرته الكروية، مشيرا إلى أنه أكثر سعادة مع البارسا أكثر من أي مكان آخر. يعيد غافي صاحب 19 عاما أحد أهم لاعبي برشلونة في الوقت الحالي، بالنظر إلى مستواه الثابت المميز والقيام بأدوار متعددة في الملعب سواء دفاعية أو هجومية. وارتبط اسم غافي خلال أزمة قيدته مع برشلونة بسبب سقف رواتب اللاعبين بالانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني بجانب أكثر من فريق إنجليزي، ولكن انتهى الأمر باستمراره مع البارسا. وتحدث غافي حسب صحيفة ماركا الإسبانية قائلا: اللاعب طوال حياتي لبرشلونة، أتمنى أن يكون الأمر هكذا. وأضاف: أنا أكثر سعادة في برشلونة، ولكن أكون كذلك في أي مكان آخر، أنا متأكد. وتابع: سأفعل كل شيء وأي شيء لهذا النادي. الجدير بالذكر أن عقد غافي سينتهي مع برشلونة صيف عام 2026. تشافي قبل مواجهة برشلونة وبورتو لا مجال للأعذار. أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة على عدم وجود أي مجال للأعذار للفريق في مشواره الأوروبي هذا الموسم، بداية من مواجهة بورتو البرتغالي خارج القواعد مساء الأربعاء في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الأبطال. وعلق تشافي على الغيابات في صفوف الفريقين خلال المؤتمر الصحفي وقال: لا مجال للأعذار لنا ولبورتو، نحن لدينا قائمة جيدة من اللاعبين تغطي أي غياب، وهم كذلك. سيكون هناك 11 لاعبا ضد 11 في مستويات عالية. وأضاف المدرب: أتحدث كثيرا مع ليفاندوفسكي وأظن علينا التنافس بشكل أفضل. في العام الماضي لم نكن بالجودة المطلوبة. نعم، حدث كل شيء لنا عمليا، ولكن لا مجال للأعذار الآن. على الأقل علينا تخطي دور المجموعات والوصول لدور 16. وعن بورتو قال: نتوقع مباراة عنيفة بها تركيز من خصم سريع للغاية في التحول الهجومي، ومن هذا المنطلق ربما يلعب المنافس بأربعة أو خمسة لاعبين في الخلف. تقريبا كل عام يستخدم كونسيساو خطأ من 4 مدافعين، ولكن علينا أن نكون جاهزين لو لعبوا بخمسة. وبخصوص لامين يامال قال: أتمنى أن يشكل حقبة في تاريخ برشلونة، ولكن الحديث عن ذلك لا يخدمه بأي حال من الأحوال. نعم، هو يظهر بمستويات مرعبة والتوقعات بشأنه مرتفعة للغاية، ورأينا كيف قارنه الجميع بميسي، لكن ذلك ليس جيدا بالنسبة له. غافي يعترف بمخاوفه بخصوص مستقبل ديونغ مع برشلونة. أجرى غافي نجم وسط برشلونة مقابلة خاصة كشف فيها عن خوفه من احتمال رحيل فرينكي ديونغ قبل صيفين، وذلك في الفترة التي كان البارسا على استعداد لبيع ديونغ إلى مانشستر يونايتد. وتطرق غافي للعديد من الأمور الخاصة بكواليس برشلونة، وأوضح سبب عدم تحدثه بكثرة إلى الصحافة ووسائل الإعلام كما زملائه. قال غافي: هذا لأنني خجول، ولكن شخص جيد مع الجميع وأحب التركيز في كرة القدم والتحسن من هذا الجانب. واعترف غافي بأن اللاعب الذي كان يمثل الأعلى له هو إندريس إنيستا، ولكن ماركو فيراتي وإيسكو لفت انتباهه عندما كان شابا. وعن أبرز لاعبي أثار إعجابه في فريق برشلونة الحالي قال: فرينكي ديون، كنت منزعجا عندما سمعت بإمكانية مغادرته، لم أكن أريده أن يرحل، أخبرته بذلك، والحمد لله أنه لم يغادر وما زال معنا. ولعب برشلونة كرة القدم هجومية أكبر مع الإضافة الجديدة مثل جواو فيليكس وجواو كانسيلو. قال: قبل كل شيء أنا أستمتع أكثر هذا الموسم، فنحن نقوم بالأمور بشكل أفضل.